اللي جاته من الكورنرات. مايد، ميمي قاعد يقدم جهود كبيره حقيقه مع نادي السيليا، وكانه يرد على ناديه تحيل. انتم استغنيتوا عني، ما بغيتوني، انا اراويكم. هو قدم هذه طموح لاعب. قدم وجه اخر من الموسم الماضي مع فريق تحيل، والان مع السيليا فعلا مغاير من تحيل الى السيليا. الان يقدم الافضل. هذا ميمي اللي نعرفه مع منتخب العراق، واعتقد هو وصل راح السيليا، راح السيليا في المكان الصح والوقت الصح، وجاء في تحيل في الوقت غير صحيح له. ايوه، كانت تحيل يمر في مرحله يعني فيه تحولات فنيه اداريه وتدريب ومدربين ولاعبين، وجاهم في فتره يعني ما سعفت انه يظهر بامكانيات. هذا ميمي اللي نعرفه، اللاعب المقاتل. الان اعتقد بسجل 6 اهداف اليوم بهدف 6 اهداف يتساوى مع كازورلا ونبيل. اليوم هو خلود امين صراحه يعني مستواهم. عبد الله طالب، عبد الله الشيباني في فتره من الفترات انتقد ميمي في دورينا وانه ليش يجي تحيل. اليوم لا خالد، انت اذا بتقول ترى الناس يسمعون. بس هو ما حد عبد الله الموسم ما ترى من ابو محمد ما كان قدم ميمي اللي نعرفه اللاعب اللي ما اخذ وضعه الصح في نادي. لا بس بطالب لحظه خالد يقول انتقده في دورينا، انا بقول انه ما انتقدته في دورينا. احنا الكلام اللي صار الكلام هذا في البطوله الاسيويه، ولكن احنا تكلمنا حتى من جية ميمي لنادي الدحيل، وشفنا مشاركاته مع نادي الدحيل. ما حد كان راضي عن المشاركات اللي يشاركها، لان حتى في بعض المباريات شفنا المدرب يدخله في اخر 3 دقائق و5 دقائق، وهذا يعني ما يجوز ان مثل لاعب يعني بقيمه ميمي في المنتخب العراقي ولا في العراق انه يعني ينزل في مثل هذه الاوقات. والكل قال ان على اللاعب يعني مهند انه يبدل النادي، وفعلا راح تجربه برا والان رجع مع فريق يستطيع من خلاله يعني حتى يعني اداء الفريق يساعد اداء مهند، لان السيلية يلعب منظومه خلينا نقول دفاعيه، وعندهم لاعبين في الارتداد جيدين وواحد منهم مهند. فنتمنى له التوفيق، ونشوفه الموسم هذا يعني ما شاء الله يعني ظهر بصوره جيده، ونتمنى له التوفيق هو وباقي اللاعبين. خالد مبارك اول شيء للسيليه على الكابتن نبيل معلول الفوز اليوم، ونقول هارد سامي الطرابلسي. اسف كابتن سامي الطرابلسي. نقول لهم مبروكين ومبارك حتى الكابتن سامي، ونقول دحيل هارد لكم. وقلنا يا خالد ان احنا السيليه حتى ايضا في الموسم اللي طاف في نفس الجوله هذه يعني خلينا نقول الجوله السادسه كان متعثر، وانطلق من الجوله السابعه ولا الثامنه. في الموسم هذا نشوف ان شاء الله ان مباراتهم اليوم هذه اعطتهم دافع كبير ان ينطلقون في يعني مشوار الدوري وفي المباريات الجايه. السيليه بعد يعني حقيقه يعني متقلب بالمزاج اذا جاز التعبير. من لعب 8 مباريات، فاز 3 خسر 3 تعادل مرتين، يعني مباراه ومباراه. اتمنى شكل ما تفضلت ان على الاقل يبنون على هذه النتيجه الان مع دحيل، وتصاعد مستواهم الفني ونقاطهم تزيد. فنقول مبروك للسيلية. لكن نرجع ايضا لدحيل. دحيل الان شكل ما نشوف الجدول عندنا قدامنا، لاعبين 8 مباريات وخسرانين 4 مباريات. اسوء شكل ما قال ايضا البلوشي بذلك، اسوء انطلاقه لدحيل في هذا الموسم، يعني يتعثر في 4 مباريات. انا اعتقد موسم كامل العام الماضي ما خسروا 4 مباريات، موسم كامل نتكلم عن 22 مباراه. لكن نرجع حق التصريح خالد اللي جاء في تقريرك في البدايه، اللي قال فيه اللموشي ان فريق يحتاج الى لاعبين جدد. يعني تصريح حقيقه غير موفق. ما عنده ايمان بلعيبتك، حتى لو لعيبتك ضعاف لازم تؤمن بهم على الاقل، وتعمل تحت في المكتب وتسعى لتبديل اللاعبين. لكن ما يجي على العلن قبل المباراه بيومين اقول ميمي قاعد يقدم جهود كبيره حقيقه مع نادي السيليا، وكانه يرد على ناديه تحيل. انتم استغنيتوا عني، ما بغيتوني، انا اراويكم. هو قدم هذه طموح لاعب. قدم وجه اخر من الموسم الماضي مع فريق تحيل، والان مع السيليا فعلا مغاير من تحيل الى السيليا. الان يقدم الافضل.
هذا ميمي اللي نعرفه مع منتخب العراق، واعتقد هو وصل راح السيليه، راح السيليه في المكان الصح والوقت الصح، وجاء في دحيل في الوقت الغير صحيح له. ايوه، كان دحيل يمر في مرحله يعني فيه تحولات فنيه اداريه وتدريب ومدربين ولاعبين، جاهم في فتره يعني ما سعفت انه يظهر بامكانيات. هذا ميمي اللي نعرفه اللاعب المقاتل، الان اعتقد مسجل 6 اهداف اليوم بهدف 6 اهداف يتساوى مع كازورلا ونبيل. اليوم هو خلود امين صراحه يعني مستواهم. عبد الله طالب، عبد الله الشيباني في فتره من الفترات انتقد ميمي في دورينا وانه ليش يجي دحيل اليوم. لا خالد، انت اذا بتقول ترى الناس يسمعوني. بس ما حد عبد الله الموسم ما ترى ابو محمد ما كان قدم ميمي اللي نعرفه اللاعب اللي ما اخذ وضعه الصح في نادي. لا بس يا ابو طالب لحظه، خالد يقول انتقده في دورينا، انا بقول انه ما انتقدته في دورينا. احنا الكلام اللي صار الكلام هذا في البطوله الاسيويه، ولكن احنا تكلمنا حتى من جية ميمي لنادي الدحيل، وشفنا مشاركاته مع نادي الدحيل، ما حد كان راضي عن المشاركات اللي شاركها، لان حتى في بعض المباريات شفنا المدرب يدخله في اخر 3 دقائق و5 دقائق، وهذا يعني ما يجوز ان مثل لاعب يعني بقيمه ميمي في المنتخب العراقي ولا في العراق انه يعني ينزل في مثل هذه الاوقات. والكل قال ان على اللاعب يعني مهند انه يبدل النادي، وفعلا راح تجربه برا والان رجع مع فريق يستطيع من خلاله يعني حتى يعني اداء الفريق يساعد اداء مهند، لان السيليه يلعب منظومه خلينا نقول دفاعيه، وعندهم لاعبين في الارتداد جيدين وواحد منهم مهند، فنتمنى له التوفيق. واللي نشوفه الموسم هذا يعني ما شاء الله يعني ظهر بصوره جيده، ونتمنى له التوفيق هو وباقي اللاعبين. خالد مبارك اول شيء للسيليه على الكابتن نبيل معلول الفوز اليوم، ونقول هارد سامي طرابلسي، اسف كابتن سامي طرابلسي. نقول لهم مبروكين ومبارك حتى الكابتن سامي، ونقول دحيل هارد لكم. وقلنا يا خالد ان احنا السيليه حتى ايضا في الموسم اللي طاف في نفس الجوله هذه، يعني خلينا نقول الجوله السادسه كان متعثر وانطلق من الجوله السابعه ولا الثامنه. في الموسم هذا نشوف ان شاء الله ان مباراتهم اليوم هذه اعطتهم دافع كبير ان ينطلقون في يعني مشوار الدوري وفي المباريات الجايه. حتى السيليه بعد يعني حقيقه يعني متقلب المزاج اذا جاز التعبير، من لعب 8 مباريات فاز 3 خسر 3 تعادل مرتين يعني.